هادو جوج بنات، وحده زوينه وحده خايبه، تقدموا لشركه بالطلب باش تكون وحده فيهم سكرتيره. مشاو لعند المدير وقال لهم انا ما كيهمنيش الجمال، انا كتهمني الكفاءه. غنسول كل وحده فيكم سؤال باش نشوف شكون اللي تستاهل الخدمه. سول البنت الزوينه ما هي بلد المليون شهيد؟ قالت له الجزائر. قال لها ممتاز. هو يسول الخايبه ما هي اسماء المليون شهيد؟ واحد مبوق شد الماندا وجالس يحسب في الدار. قال ها 600 درهم ديال الكرا، ها 800 درهم ديال التقديه، ها 200 درهم ديال الماء والضو، وها 500 ديال التبويقه. شو يسمع الدقه على الباب، حل الباب بوليس هذا هو يقطع 500 درهم ديال التبويقه. عاودنا تحل الباب. هذا واحد الراجل قال لمرتو جيبي لي جوج كيسان، واحد فيه الماء وواحد خاوي. قالت لي علاش؟ قال لي نقدر نشرب ونقدر ما نشربش. واحد جاتو الفاكتوره ديال الماء غاليه بزاف، عيط للشركه ديال الماء قال لهم هي وينه ياك ما شفت هاد العام على حسابي. هادي واحد الحفره كل مره تيطيح فيها واحد النهار اجتمعوا الناس باش يلقاو شي حل، كلهم كالخير. الاول قال لهم نديرو شي فرملي في الحفره باش اللي طاح يتعالج تماك. جا الاخر قال لهم لا نجيبو لامبيلونس تبقى حدا الحفره باش اللي طاح يمشيليش للسبيطار. الثالث قال لهم لا نريبو داك السبيطار ونبنيو واحد اخر حدا الحفره. ناض واحد اخر قال لهم لا نسدو ديك الحفره والحفره واحده اخرى حدا السبيطار. هذا واحد السكران حرق الضوء الحمر، وقف البوليسي وقال ليه اسي راك دزتي في الضوء الحمر. قال ليه السكران وماشي شي حمور يا نيت. ثلاثة حكموا عليهم بالإعدام، أمريكي ألماني ومغربي. سولوا الأمريكي باش بغيتي نعدموك، بالآلة الكهربائية أو بالسيف؟ قال بالآلة الكهربائية. ما خدمتش الآلة وعفاو عليه. وسولوا الألماني باش بغيتي نعدموك، بالآلة الكهربائية ولا بالسيف؟ قال بالآلة الكهربائية. ما خدماتش الآلة وعفاو عليه. وسولوا المغربي نفس السؤال قال لهم بالسيف. الناس بداو كيغوتوا عليه وانت طلب ليهم الآلة الكهربائية وقال لهم راه ما خدماش ما خداماش. وزير عربي مشى زيارة برازيل وتما شاف واحد الببغاء كيهضر بالعربية. اش راه؟ وحيت يرجع وزير لبلادو سول واحد الموظف في الجمارك ديال المطار سيادة الوزير واش هاد الحيوان معاك؟ فرد الببغاء بسرعة معايا. رئيس دولة عربية معروف استدعى وزير الداخلية ديالو يستفسر عن مدى حب الناس له وحقيقة ذلك، وسأله الرئيس أريد أن أسألك بصراحة، كل الشعب يحبني حقا؟ وزير الداخلية نعم، إن الشعب يحبك من كل قلب، وعندما ننطق اسمك في أي مناسبة فالجميع يصفق بحرارة. الرئيس هل تجبرونهم أم يصفقون بحريتهم؟ وزير الداخلية طبعا بحريتهم، ونحن لا نجبرهم أبدا. لم يقتنع الرئيس بكلام وزير الداخلية وأراد التأكد بنفسه من ذلك، وفي إحدى المناسبات القومية تخفى بثياب رجل بدوي لكي لا يتعرف عليه أحد، ودخل قاعة الاحتفال، وعند بدء الخطابات وذكر اسم الرئيس فصفق الجميع، والرئيس ابتسم وهو جالس مكتوف الأيدي، وبلحظة ضرب أحد الجالسين بقربه على رقبته وصرخ عليه علاش ما كتصفقش الكلب علاش؟ قال لك هذا واحد السكران دخل الدار حيد الجلابه وعلقها وداز شويه طاحت هو يقول الحمد لله ما كنتش فيها.